طبعا يا ولد رمضان يسلم عليكم. وهنا توني قعدت من النوم ورحت اتوجهت اول شيء اروح للحمام طبعا، وهذا وجهي وانا توني قاعد من النوم. ما شايف لكم واحد تو قاعد من النوم هيك حلو. طبعا يا ولد لحيتها عقب امس زينتها واليوم طلعت. فهنا بديت اغسل وجهي طبعا بالصابونه مالتي، وابدي طبعا اغسل اسنوني بالفرشه مال الاسنان. النوب يا ولد ورا ما اكمل غسل طبعا واتوضا، وراها اروح اتوجه صلاه الظهر لان بعدنا ما بصلي الساعه ب 12 ونص حاليا. فاروح للمصلاه مالتي طبعا، وورا ما صليت اروح اتوجه لغرفتي لان عندي طلعه كلش مهمه. وهنا يا ولد طبعا بدلت وهسه يا ولد طبعا امشط تمشيطه خفيفه لان راح اروح المدرسه القديمه اللي درست بها بالسادس طبعا، واتذكر ايام القديمه وانا كنت بالسادس. فهنا اخذ محفظتي ومناظري والورقه مالتي اهم شيء، وها شكل النهايه طبعا. وهسه نروح نتوجه للمدرسه. وهنا طبعا اخذت السويتش من اخوي وهسه اروح بالسياره مالته طبعا. وهنا وصلت للمدرسه مالتي طبعا، ما جايها صار لي 7 اشهر من اول ما دخلت كليه. وهنا هاي الدراجات مال الطلاب طبعا يخلونها برا يا ولد. وهاي المدرسه طبعا اقدم مدرسه بذي قار اللي هي اعداديه الناصريه للبنين، تاسست سنه 1929، يعني صار لها تقريبا قرن. بس يا ولد انا بالاعداديه العكسها اللي هي اعداديه التميز للبنين. هاي الاعداديه يا ولد تاسست سنه 2018. طبعا هن اعداديتين بنفس البنايه يا ولد. وهاي السيارات مال المدرسين طبعا لان اكو دوام ظهري هسه حاليا عندهم. وهاي الحديقه مال المدرسين اللي تصير يم الاداره مال المدرسين ومال المعاون ومال المدير. وذول الطلاب هنا والله اشتاقيت لايام السادس طبعا كلش هواي. وهذا هنا يا ولد الملعب مال المدرسه، ملعب خماسي يصير الطلاب يلعبون بيه طابه. بس يا ولد هنا طبعا الطلاب عندهم تصوير مدري بطوله ما اعرف شنو. ويا ولد انا اهم شيء كملت شغلتي وجبت البطاقه مالتي المدرسيه اللي بالكليه يردونها ويحتاجونها اللي هي الوثيقه. وهنا لقيت لي صاحب قديم كان جاي بالسادس بس عايد ولابس لقاط العزيز وجاي يصور ما اعرف شنو، لو مهتم بدراسته هيك بقد ما مهتم باناقته كاسه مطلع طب. وهاي يا ولد ثانويه التميز للبنات يا ولد. هاي الثانويه معدلاتهم كلها مفوله، اقل وحده 95%. يعني اللي من الناصريه خلي تروح لهاي الاعداديه احسن لها، على ما تطلع بال90 وتروح طب احسن لها. وهنا يا ولد رجعت البيت الساعه ب3:30 وهاي منطقتي. وهنا يا ولد طبقت السياره يم الباب. وطبعا هذا الهورن مال السياره فضيحه، يعني انت اذا وصلت للبيت تنعرف من الهورن مالتها. وهنا من الباب لقيت هذا القمازي ملتمات عليه نمل وكاتلاته ومسوياته فطور الهن، فطور سعيد يا نمل. وهنا جيت ذبيت ملابسي على الشربايه. طبعا انا خليني على الشربايه ما خليه بالكنتور، خليني على الشربايه وانام بالقايه، يعني تفضل شاب عراقي عقله بالمقلوب. وهنا جيت امنتج فيديو ببجي على مود انشره باليوتيوب. بعد وانا جاي امنتج خابرني اخوي قال تعال امشي وياي للدكتور خل نروح عند عمليه. فرجعت بسرعه بدلت ملابسي ذني نفسهن. وهسه نروح نتوجه للحبوبي. طبعا هنا انا ما مشطت ما بيحل، كل ساعه مشط خليت شعري هيك احلى يمكن. وهذا اخوي اجى اللي عنده عمليه اللي هو دكتور احمد كي. وهاي هنا طبعا ساحه المظاهرات اللي هي الفلكه مال الحبوبي، ما ادري اذا التمثال مبين او لا بس هو بصيانه. وهذا الشارع طبعا مال الحبوبي يعني متروس كله دكاتره وصيادله، يعني صاير تقول مدينه الطب مو شارع مال الحبوبي. وهنا يا ولد طبقت السياره بالجراج اللي صاير يم جسر الحضارات. وهسه اروح اتوجه للدكتور. وهذا اخوي الدكتور احمد منتظر السره مالته على مود يروح يسوي له العمليه. وهنا ورا ما سوى العمليه شوفوا يا ولد كاظ عينه الدكتور شال له كيس دهني من عينه. وهنا يا ولد طبعا هذا جسر الحضارات. وهسه راجع للبيت وهسه الدنيا عصر كلش، الاذان بعد تقريبا نص ساعه ويأذن واريد الاحق على الفطور. وهنا يا ولد وصلت للبيت احلى شيء برمضان ذن القلوبات والفوانيس، صدق يا اخي احس روح رمضان. وهاي حور بنت اخوي اعطيت المصلايه على مود تصلي تسلم عليكم. وهسه يا ولد اتوجه للراحه النفسيه مالتي اللي هي صلاه المغرب، طبعا مكانه بالاستقبال. وان شاء الله تقبل صيامنا وصيامكم. طبعا هنا بديت اصلي. طبعا انا ما فطرت باي شيء لان اهلي مسوين مندي، فما اريد اشبع بطني بخفايف. ويا ولد هذا المندي خلوا له فحمه، ودا بشكل لك مسوينه جوا نار ومسوينه بفحم، هو مسوينه على الطباخ ومخلي له فحمه. ايش قد الواث العراقيين بس يا ولد يعني طعمه كلش طيب. وهاي الحلاوه كلش طيبه اللي هي اسمها تراب الملوك اللي هي بسكت وقشطه وبعد ما اعرف يعني غير شغلات. وهذا المندي طبعا اللي سووه اهلي اللي هو اطيب مندي بالناصريه، تعالوا تفضلوا وياي. المهم يا ربع هذا كان يوم برمضان، لا تنسون تقيمون لي الفلوق من 10 وانتظرونا فيديوهات جديده.